تخيل معايا تموت وبعد ما تموت يقوموا يحاكموك رسمي. ده مش هزار. المصريين القدماء كان عندهم محكمة كاملة للميت فيها 42 قاضي، ولو فشلت قلبك يتاكل بجد. المصريين القدماء ما كانوش بيؤمنوا إن الموت هو النهاية، لا، ده كان بداية أهم محاكمة في حياتك، لأنهم كانوا مقتنعين إن الروح مش هتدخل الجنة أو زي ما كانوا بيسموها حقول الأرض إلا لو عديت على أهم امتحان في التاريخ، محكمة أوزير. أول خطوة الميت يقف قدام 42 قاضي، كل واحد متخصص في ذنب مختلف. القاضي الأول يسألك هل قتلت، اللي بعده هل كذبت، هل سرقت، هل ظلمت، وانت المفروض ترد لا، لم أفعل. ولو كذبت هنا هيجي أهم مشهد في المحاكمة، وزن القلب. القلب بيتحط على ميزان، والناحية التانية بيكون موجود ريشة، واللي هي كانت تسمى معت، إله الحق والعدل. لو القلب طب يبقى كنت شرير وخلاص نهايتك هتيجي على يد عم عمود، وحش جسمه تمساح زائد أسد زائد فرس نهر، ويقوم ياكل قلبك فورا. يعني مفيش إعادة محاكمة ولا نقد، الموضوع نهائي. لكن لو قلبك طلع أخف هنا هيحصل أجمل لحظة، أوزير يبتسم والجندي أنوبيس يهز راسه باحترام ويتقال عليك قد عبر، قد أصبح طاهرا. وساعتها الروح تدخل عالم النعيم، جنة مليانة أنهار وخضرة وزراعة وراحة أبدية. الغريب بقى إنهم كانوا بيكتبوا تعليمات المحاكمة على البرديات ويحطوها جوه التابوت وكأنها ورقة غش علشان تساعدك تجاوب. وده دليل على قد إيه إنهم كانوا مهتمين إن الإنسان يدخل عالم الخلود راضي ومطمئن. ودي كانت محكمة الموتى عند المصريين القدماء، واحدة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها.